يا إخواننا، يا عباد الله، من أرهقته الأعمال وتتابعت عليه الظنون واجتمعت في حقه الفتن والوساوس، من أرهقته وأثقلته شعائر الإسلام، من تطرق إليه الشك والوسواس واليأس، فليكثر من ذكر الله، فليكثر من ذكر الله. لا يدفع ذلك إلا الأنس بذكر الله الذي يورث كمال التوكل والثقة عليه سبحانه وتعالى وبه. وإذا علمت ذلك يا ابن الإسلام فتذكر أن أحب الذكر إلى الله وأصفاه الباقيات الصالحات، وإن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذا قالهن العبد صعدنا إلى السماء ينعطفن حول العرش، لهن دوي وزجل كدوي النحل وزجله، يذكرن بصاحبهن عند الله. ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به عند الله؟ من سبح الله عز وجل 100 تسبيحة في يوم عدلت له 100 رقبة من ولد إسماعيل يعتقها. من حمد الله 100 مرة عدلت له 100 فرس مسرجة ملجمة يحمل عليها في سبيل الله. من كبر الله 100 تكبيرة عدلت له 100 بدنة مقلدة متقبلة في سبيل الله. ومن هلل مثل ذلك ملأ ما بين السماء والأرض. والله لا يقدر بشر على الأرض أن يجيء بعمل هو أفضل من عمله إلا أن يقول ما قال ويزيد عليه في غيره من الأعمال. ثم بارك الله فيكم عليكم بمجامع الذكر، هنا ضنائن العلم، هنا الأجور والحسنات. بدلا من أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ذكرا مفردا، قل الحمد لله كثيرا، هذا لا منتهى لعدده. قل سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا حصر لهذا ولا منتهى، لا يعلم ما فيه من الأجور إلا الله. حملت لنا السنة النبوية كنوزا تدل على مواقع الأجور وتعوض قصر الأعمار. يا حسرة من فوت هذه الأجور بكثرة الذنوب. من أراد الله به خيرا دله عليها وأعانه عليها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة يحرك بشفتيه بالتسبيح، ماذا قال له؟ قال له تعالى يا أبا أمامة أي شيء تقول؟ قال أنا أسبح الله. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا أمامة، هذا الحديث يا إخواني غنيمة الخطبة. قال له يا أبا أمامة ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكر الليل والنهار؟ سبحان الله، دعاء يعدل ذكر الليل والنهار. ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكر الليل والنهار؟ قال بلى. قال قل سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ومثل ذلك في التحميد والتكبير والتهليل. رواه الإمام أحمد والنسائي وحسنه الحافظ ابن حجر في كتابه تخريج الأذكار. عباد الله، من أنس بذكر الله أعطي نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوه عليها بالسيوف مدى الحياة.